محمد راجل فونا فونا الحين يتحقق. برغم الخسارة هدايا بالجملة لمنتخب المغرب. احنا كمان ما بننساش حقنا. تعالوا شوفوا الجمهور عمل ايه. في لحظات من البكاء والانهيار، بس شوفوا الرد على ماكرون كان ايه داخل المدرجات. تعالوا اسمعوا الهتافات كانت عاملة ازاي. تعالوا اقول لكم الهدايا اللي امير قطر قالها. تعالوا شوفوا الهجوم الشرس على ماكرون. عايزة اقول لكم حاجات كتيرة قوي. المنتخب المغربي عمل كل حاجة في الكورة، عمل اللي عليه وزيادة. ملناش نصيب ولكن فخورين. والله شرفتونا وشرفتوا العرب بالكامل. اسمعوا كده المدرجات كانت بتقول ايه. ماكرون أهان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان لازم حقنا يرجع. أهانوا على أرضه هناك، ولكن جمهورنا اختار يرد حقه كمان على أرضه، وتمت إهانته على أرضنا. طبعا كلنا شفنا وسمعنا، حتى على فكرة إن هو نزل وقال هيزور ويتجول براحته في سوق واقف، لكن الناس هجمت عليه ومفيش حد أنقذه غير الأمن القطري فقط لا غير. الغلط مرفوض، وكان لازم حقنا يرجع. تحسوا ان المنافسة ديت بس كان فيها مغزى كبير قوي. زي ما المنتخب طبعا اللي طلع ألمانيا ووصف منتخب المغرب إنهم دواعش، وإنهم بيفوزوا بالسحر والشعوذة، وإنهم لا يستحقوا الفوز، وإن كل الحاجات دي كانت مدبرة لأنهم على أرض عربية. ولكن لو المغرب ده كان راح وتمت استضافة كأس العالم في مكان تاني، حتى عمره ما كان هيعدي أي حاجة. لكن عايزة أقول لكم إحنا الناس كمان يعني للأسف ناس بتيجي تقول بيدافعوا ليه كده بقوة عن المنتخب المغربي. هو مش المنتخب المغربي، هو المنتخب العربي اللي كلنا فخورين بيه. شرفتونا ورفعتوا راسنا وخليتونا نقول عندنا منتخبات ممكن توصل للنهائي بدون أي سحر ولا شعوذة زي ما ناس كتير قالت. الناس انهارت من البكاء. بس هم عملوا كل حاجة، والله عملوا كل حاجة. كل خير. اتفرجوا طبعا ان شاء الله في المباراة اللي جاية، مباراة تحديد المركز الثالث، ايه اللي هيحصل. مهما حصل ومهما مش هيعملوا اكتر من اللي بيعملوه، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ممكن نكون زعلانين، زعلانين، كان نفسنا يحصل اكتر من كده. بس صدقوني لو هتسألوا اي حد في اول مباراة، تصدقوا ان اي منتخب عربي ممكن يوصل لاحسن 4 في العالم؟ ناس كتير هتقول لك لا ومستحيل كمان. المنتخب المغربي عمل كده النهاردة، عمل كل حاجة فعلا. فخورين بيكم. في منتخبات طلعتوها كانت مرشحة انها تفوز بكأس العالم زي البرتغال، وزي ما ابكيتوا رونالدو. يبقى احنا بنبكي بس فرحانين، وبلاش كلمة لا وما لعبوش لا 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 لا، عملوا كل حاجة. كل ما يعمل في الكورة ما عدا ده كان توفيق ربنا، توفيقه بس هو اللي ما كانش حاضر معانا. طيب دلوقتي ايه اللي المفروض الهدايا اللي حصلت؟ الهدايا ان امير قطر شكرهم وشجعهم وقال لهم اديتوا اداء ولا اروع، شرفتوا العرب وكل العرب، وحدد جوائز مالية ضخمة جدا جدا لكل المنتخب المغربي، وايضا الهوية القطرية لبعض نجوم المنتخب المغربي. طبعا هم شرفونا ونسخة ولا أروع في كأس العالم. على فكرة الغرب كلهم دلوقتي بيقولوا لا ده خلاص السحر ما جابش مفعول، وهم ما كانوش يستاهلوا، وإنها نسخة عشوائية وغبية، وإنها لا تليق بالكرة العالمية. قولوا رأيكم يا جماعة وشجعوا المغرب أكتر وأكتر، والله شرفتونا. أنا بشكركم. سلام.